أنا أشتي بلقائي هذا أذكر الذي لا زالوا مع النظام، أذكرهم عندما قال علي عبد الله الصالح في أحد المقابلات، قال أنا علي عبد الله الصالح ولا أريد ضمان لأنهم يعرفوا من هو علي عبد الله الصالح. أشتي أذكر القادة العرب أنه بعد اغتيال زعيمهم وقائدهم القذافي أنهم الآن لا يرقدون. أيضا أشتي أقول أن علي عبد الله الصالح هو الآن قد بدأ من يوم أمس الموت من جزء من أرجله وفوق عندما سمع أيضا عن سقوط القذافي. أن موت القذافي هو عبرة لكل الدكتاتورين في الوطن العربي، وأننا نذكر علي عبد الله الصالح بالشعار الذي رفعه الشعب اليمني في أول ثورته: كافي علي كافي لا تقعش قذافي، ونذكره به اليوم هذا، لأنه علينا نعتبر لأن فيه عبرة لكل دكتاتور ولكل متسلط ولكل ظالم، فعليه أن يسلم نفسه الآن. رسالتي إلى النظام وأعوانه بأن يعتبر بالقذافي الذي قال عن شعبه أنه جردان فأخرجوه هو الجرذي من الصحراء، تمام، وعلي يعتبر أنه بنخرجه من سنحان. رأيتم المصير السيء لزنقة زنقة دار دار الذي توعد الشعب الليبي بالجوع وبانعدام الخبز وبانعدام البترول، كانت خاتمته سيئة، وبإذن الله ستكون خاتمة علي عبد الله الصالح إذا أصر على ما هو عليه ستكون خاتمته سيئة. فلم نبكي عليه عندما احترق، ولم نبكي على القذافي عندما قتل، ولن نبكي على طاغية يقتل، لأن الشباب العربي الوفي الذي يضحي بصدوره العارية أمام رصاص البلاطجية المجرمين لدينا أشرف وأنظف وأفضل من هؤلاء الزعماء الذين أكلوا الثروات وورثوا لأولادهم ولن يجدوا منها شيئا. أرسل رسالتي إلى مسيلمة اليمن عبده الجندي الكذاب، أقول له: ألم تستحي أن مصيرك سوف يكون مثل القذافي وأولاده؟ أستحي الكذب، سوت أوجاهنا قدام العالم كامل.